كان بقالي كتير ما روحتش كشري وصايه في بنها، واللي مكانه بالتحديد في الاهرام شارع فريد ندى تحت بورصه المحمول. تعالى يا باشا هات يا باشا الشبع 30 مع الميجا 20. ومن الشارع الخلفي متفرع من شارع عجيبه قصاد الرشيد الجديد وكافيتيريا ولي العهد. كشري وصايه معروف لمعظم البنهاويه تقريبا من اول ما فتح من سنين، واللي لما فتح كان عامل شغل جديد ومختلف عن النظام القديم لمحلات الكشري من حيث الطعم والكميات الجديده للكشري واصناف طواجن المكرونه، وموقعه كمان في وسط بنها فجذب الناس ليه بشكل كبير وملحوظ، واللي انا واحد منهم. ودلوقتي ما شاء الله عندهم فرعين كمان في بنها، التاني في شارع الاستاد والتالت عند كوبري بنها امام البنزينه. بس النهارده انا جيت اعمل ابديت اشوف ايه الجديد في كشري وصايه في فرعه الاول، هل لسه زي ما هو على وضعه ومستواه ولا اتغير الاداء سواء للاسوأ او للاحسن. اطباق الكشري هنا حاليا بتبدا من اول علبه المكرونه بالصلصه اللي ب 10 جنيه، وطبق الكشري الصغير اللي ب 12 جنيه لحد طبق الكشري الصاروخ الكبير اللي ب 30 جنيه. لفته عجبتني هنا في المكان ان الموظفين تقريبا من بلد واحده ومتعاونين بشكل كبير في الشغل في خدمه الضيوف والطلبات، وشغالين بحب وابتسامه، وما شاء الله شغالين كويس. فغالبا هتلاقي مكونات الاطباق عندهم مظبوطه وطازه اول باول، وتقريبا مش بيعملوا اعاده تسخين، وده اللي بيخلي طبق الكشري عندهم في السليم. وكمان لقيتهم بيعملوا حواوشي على الجريل، وانا تقريبا ما جربتوش هنا قبل كده فهطلبه النهارده برضه. وبيعملوا الكبده لسندوتشات الفينو واضافات الكشري والطواجن، وبيعملوا كمان طواجن الفراخ واللحمه الاساسيه بالاضافه الجديده طواجن الموتزاريلا والميكسات. في كمان ثلاجه كبيره هنا فيها اصناف كتيره للحلو، فغالبا برضه هحلي. وقابلت بالصدفه الشاب الجميل ده من الدوله الشقيقه السودان او الصومال، ما لحقتش اتاكد منه بصراحه، بس المهم انه عمل لايك وقال دور عليه على ملعب احلى رجل. شكرا حبيب قلبي. امشي في البنات في هذا الرجل حبيبي. مش عارف هنا بقى كان بيقول ايه، بس يا رب يكون قال كلام حلو. وقابلت كمان حمدي واصحابه كانوا مخلصين امتحان في الكليه وجايين تقريبا علشان ينسوا اللي هبدوه في الامتحان بطبق كشري من وصايه ويعيشوا الروقان. هنبدا بقى نسمي وندوق علشان الكلام يروق. بصراحه انا جاي قاصد ان اجرب الكشري مخصوص، فطلبت طبق كبير مع طبق الصلصه الخطير واللي كان سعره ب 30 جنيه، وكان معايا كريم طالب طاجن مكرونه باللحمه المفرومه كبير وسعره كان 35 جنيه، واحمد ابو حسنين اللي بياكل بايدين الاتنين كان طالب طبق مكرونه بالفراخ والموتزاريلا كبير واللي كان سعره 40 جنيه، وعيش توست بالكمون والزعتر كمان علشان نعلى بالكلام. طاجن اللحمه كان كبير وكميه اللحمه عليه مش قليله. ودي يا كريم اول شوكه علشان نشوف ابو حسنين وهو داخل على المكرونه الفراخ بالموتزاريلا، وغزها بالشوكه ولهط وعلى بقه شقط. ودي يا ابو حسنين ودي، واداها لايك كبير. كمل يا كريم على المكرونه وبلع بالتوست وروق نفسك كده انت وابو حسنين، علشان هخش على طبق الكشري بتاعي. وهبدا اول حاجه بحبيبه قلبي الدقه الرايقه، واللي هي سبب من اسباب حبي للكشري اصلا، واللي دايما بحب احط منها كتير كتير قوي كتير جدا بصراحه. وبحب اخلي طبق الكشري عايم في بحر الدقه، وبعدين انزل بالصلصه الجميله كده واعلي الكلام. طبق الكشري كان مازال شكله حلو زي ما متعود عليه في وصايه، شويه الحمص مع العدس والشعريه المية مية على الرز والمكرونه، وحاجه حلوه ومضمونه. وبسم الله هاكل اول معلقه والتانيه، وكان الطعم في حته تانيه، عظمه على عظمه بصراحه. نفس الطعم الرايق اللي متعود عليه في وصايه من زمان، ويمكن كان احسن شويه. وكنت ناسي احط شطه، وبدات احط نقطه نقطه علشان ما يجيلناش زغطه، ونكتر معلش شويه دقه، وكده كده عمر الكشري ما هيقول لا. المهم اكون رايق ومستمتع بطبق الكشري الجامد ده. ابو حسنين قال لي يا سندباد ما تطلب لنا 2 حواوشي لحمه كمان لزوم الروقان. قلت له خلصانه يا مان، احلى 2 حواوشي معاهم الطحينه. سعر الرغيف كان 20 جنيه، وقسمناه على بعض وكلنا الحواوشي مع الطحينه، وكانت فكره حلوه جنب الكشري والطواجن. بس انا كنت مبسوط بالكشري اكتر الصراحه. واخيرا بقى هنحلي ونعلي. طلبنا 3 رز بلبن مختلفين. كريم طلب يحلي بكوب رز بلبن بالبسبوسه وعليه مبشور كيكه الشوكولاته، واحمد طلب يحلي بكوب رز بلبن كريم كراميل بالكريمه، وكان عاجبهم جدا خصوصا احمد ابو حسنين. وانا بقى علشان بحب المانجا حليت بكوب رز بلبن مانجا. كميه المانجا كانت كبيره وفريش وطعمها حلو قوي، والرز بلبن كمان كان جمدان، وكان سعر كل كوب من دول 13 جنيه بس، حاجه عظمه ورايقه الصراحه. وعلشان الحلو كان حلو طلبت رز بلبن كمان ساده، ووصايه طلع جامد كالعاده. وكان يوم جميل وتجربه جميله عموما. وفي النهايه حابب انكم تشاركوني في التعليقات تجاربكم وارائكم عن كشري وصايه، واللي لسه ما جربش الجديد من وصايه لما يجرب يقول لنا رايه برضه. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.